Walid Regragui, vous avez fait un mondial exceptionnel. Vous avez été une fierté pour tout le monde, pour tout le peuple marocain. Qu'est-ce que vous retenez de cette Coupe du Monde? Bon, on est un peu déçus encore. Ça fait la deuxième défaite de suite. On est arrêté au bout. في صوت يا شباب وين؟ On finit avec une charnière centrale. Banoun Amrabat, ça montre les efforts qu'ont fait les joueurs. Donc j'ai rien à leur reprocher, sincèrement. On aurait voulu faire plaisir à notre public. كنا نريد أن نسعد جماهيرنا إلى آخر مباراة وقدمنا كل ما لدينا، ونحن سنتعلم من كأس العالم ونستفيد منها. علينا أن نعود أكثر قوة، الناس ينتظروننا، ولكن نحن من أفضل 4 فرق وقدمنا صورة ناصعة لمنتخبنا. نهنئ كرواتيا، أعتقد أنهم يستحقون هذا المركز الثالث، لديهم أكثر خبرة منا. نحن سنتعلم وسنواصل العمل. إذا أنتم كسرتم الحاجز النفساني بين إفريقيا والأمم الكبرى. أنتم أمة كبيرة فعلا، كسرنا ربما هذا الحد، ولكن لازلنا نتعلم، وتعلمنا خاصة على آخر مباراتين أنه لا يزال لدينا المزيد من العمل للوصول إلى أرقى مستوى مثل ما نفعل. تأتشنا أننا نربحوا باش نفرحوا الجماهير ديالنا المغربية اللي متعطشة باش أننا نكونوا ما كتبش لينا باش أننا نكونوا في الفينال، وما كتبش لينا أننا نربحوا اليوم. كنتمنى أننا نزيدوا نخدموا باش نفرحوا المغاربة إن شاء الله في البطولات الجايين إن شاء الله. شكرا. المغرب الأمر محزن أن نخسر المباراة. لقد جعلنا الجميع يفخر بنا، ليس فقط في المغرب ولكن العرب والمسلمون، ونحن أحسسنا بكل تلك المساندة. من المحزن أن نفوز تلك المباراة، كنا قريبين جدا من المركز الثالث، وفي آخر المباراة أحرزنا العديد من الفرص وكان بإمكاننا التعادل أو الفوز.